السلام عليكم يا معلم سالم. سلام ورحمة الله وبركاته. صحيح الكلام اللي أنا سمعته ده فهيم أفندي؟ خير يا معلم. الجدع اللي أنت بتشتغل عنده ناوي يخش قصادي في المزاد؟ قصدك المعلم عبد الغفور؟ تقول له يا معلم عبد الغفور دلوقتي. ما علينا. الكلام ده حقيقي يا فهيم أفندي؟ حقيقي يا معلم، ده أنا بنفسي رحت دفعت له التأمين. إيه؟ الله عال كده من غير ما يشورنا؟ طب هو مش عارف أصول شغلنا. طب وأنت يا فهيم أفندي مش عارف سلو مهنتك؟ والله بقى يا معلم أنا عبد المأمور، وزي المثل ما بيقول اربط الحمار زي ما يعوز صاحبه، مؤاخذة يعني. كده؟ طب أنا هضربها على دماغه والكبير يتصد عليه. اقعد بس هدي نفسك وروق كده، كل شيء وله حل. حل إيه يا حاج؟ ده انت يرضيك يا حاج ان عيل جربوع زي ده يعمل راسه براسنا؟ واحنا كنا ايه يعني يا سالم؟ ما احنا كنا صغيرين برضه. اقعد بس اقعد. يابا كلامك ده اللي بيطمع الناس فينا. عداك العيب يا سي محفوظ. الواد ده بصراحه لازم يتربى بقى يابا. يا جماعه بالهداوه. هداوه؟ هداوه ايه يا حاج؟ ده انت لازم تبعت تجيب الواد ده دلوقتي هنا وتبهدله قدامنا عشان يعرف قيمته كويس. ماليش ان اعمل فيه كده. هو ده مش كان صبيك يا حاج؟ كان، لكن دلوقتي بقى صاحب محل. العين عمرها ما تعلى على الحاجب يا حاج ابراهيم. قلنا كان زمان، دلوقتي بقى صاحب محل وعنده صبي وكاتب، وعلى رأي المثل ايش خيرك عنه وانت ابن عم. الله، يعني نسيبه ياكل فينا يابا؟ اللي عنده عقل وراس عمره ما ينطاس. قصدك ايه يا حاج؟ تشوفه اعرقه؟ ده نجوم السما قرب له يا حاج ابراهيم. بس اياك هو يرضى. ده واد جربوع ومقشف. يابا الواد ده داخل يغلوش، هو مش قد مزاد زي ده. انت ناسي انه لقى كنز، يعني طلع له ريش. ولو يا حاج الاصول اصول. افرض هو ما يعرفش الاصول، احنا بقى نعلمه ابو الاصول. خلاص استنى لغايه ما يتعلم الاصول يكون المزاد راح منك. طب والعمل يا حاج؟ روح له وتفاهم معاه. انا اروح له يا حاج ابراهيم تتقطع رجلي لو اخدت له خطوه الجربوع ده. اللي ياكل الحلو يصبر على المر. ولو برضه يا حاج. خلاص انت حر. بصراحه انا مش موافق على اللي بتقوله ده يابا. اخبطوا رؤوسكم ببعض. خلاص يا حاج، كلمه في التليفون خليه يجي يدعي يقعد قدامي هنا واتفاهم معاه. ما كنتش استنيت كلامك، التليفون ما فيهوش حرام. خلاص هروح اشيع له صبي من صبياني يندهله. طب ما تخلي فهيم افندي واسطة خير بينك وبينه. فهيم افندي؟ يا حاج فهيم افندي ده شرابة خرج، لا بيحل ولا بيربط. روح اعمل اللي انت عايزه. على اذنكم. محفوظ، حط كوبس التليفون. ايه؟ يعني التليفون فيه حراره يا حاج؟ ايوه. روح يا ابني قول للمعلم بتاعك ان انا مش فاضي، ولو كان عايزني في حاجه مهمه يتفضل يشرفني هنا او حتى يكلمني في التليفون، ولو ما عندكوش النمره اكتب له النمره يا فهيم. اتفضل. وناوي تعمل معاه ايه يا معلم؟ انا ما فيش بيني وبينه ايها حاجه. ايوه بس ده كان واخد على خاطره قوي. ده شغل، واللي يزعل يشرب من البحر. والله يا عال بقى عايزني انا المعلم سالم ابو خيشه اروح برجليا لحد عنده؟ عجبت لك يا زمن. سدايلان الرصاص قامت والقوالب نامت. هات الزفت اللي معاك دي يا ولا. ولا يا معلم. روح انت. ايوه المعلم عبده. بقى يا راجل ابعت لك الواد صبيه عشان تيجي تشرب معايا فنجان قهوه ولا كوبايه شاي، تقوم تكبس الواد وتقول انك انت مش فاضي. وانا اقدر اتاخر عليك يا معلم؟ ده كلام؟ ده انا اجي لك على حباب عينيا.
بس ظروفي دلوقتي كده، من غير حلفان. انا في 2 معلمين قاعدين قدامي جايين في شغل، هات لهم 2 شاي فهيم وانا هات لي شيشه. ايوه، ما انت عارف لازم يعني نبقى لبعض. بس الحمد لله كل واحد منهم جايب لي 10,000 جنيه تمن بضاعه كانوا خدوها. ما انت عارف يعني الواحد بيحتاج النقديه دايما. خلاص، مسافة السكة هكون عندك. ألف سلامة. اهلا اهلا يا معلم سالم، خطوه عزيزه، اتفضل استريح. من غير ما اضيع وقتك ولا اضيع وقتي، هديك 3 بواكي وتخلع. عدم المؤاخذه مش فاهم. 3 ايه واخلع من ايه؟ احنا هنلف وندور على بعض ولا ايه يا عبده؟ هو لعب عيال؟ استهدى بالله يا حاج وتعالى اقعد عشان افهم انت عايز ايه. عايزك تشيل ايدك من المزاد ده وهديك 3 بواكي. عدم المؤاخذه يا معلم، انا متشعلق في المزاد ده ويهمني يرسى عليا. هو انت ناقصك فلوس يا اخي؟ ما انت اتفتح لك كنز. 5 وخميسة. ايه يا معلم، البحر بيحب الزياده. ايوه بس انت كده خرجت عن اصول الشغل يا معلم. السلام عليكم يا معلم. اهلا اهلا بالمعلم سالم، اهلا. اهلا يا اخويا. ايه قول لي يا سيد، جبت الفلوس؟ اداني شيك ب 15,000 يستحق اول الشهر. وبعدين بقى في الفلوس اللي متنطوره في السوق دي، ده انا ليا بره يا معلم فوق ال100,000 جنيه. تزعلش يا معلم، السوق على الحلادي على طول. يلا سيد. انت عارف المعلم سالم غالي قوي عندي قد ايه؟ طبعا طبعا. معلش عشان خاطري روح بنفسك هات القهوه بتاعته. ده انا عناية للمعلم سالم. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول يا معلم ان انت خرجت عن اصول الشغل. انهي اصول يا معلم سالم؟ ده انتوا اتلميتوا مع بعض ومحدش منكم كلف خاطره يكلمني او يسال فيا حتى. ما احنا ما كناش عارفين ميتك طالعه لحد فين، لكن على العموم انا بوعدك اي مزاد تاني هيكون ليك دور فيه. انا خلاص خدت دوري. يعني ايه؟ يعني المزاد ده هو دوري كده بالعافيه؟ يا معلم سالم، الرزق يحب الخفيه وصاحب القرش صياد. هديك 5 بواكي. يفتح الله. ما تبقاش دماغك ناشفه. بقول لك ايه، لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. انا دفعت 10,000 تامين للمزاد، بس عشان خاطر عينيك وعشان خاطر الحاج ابراهيم سردينه انا مستعد اسحب التامين، بس على شرط. شرط؟ شرط ايه؟ اخد زيهم. يعني ايه؟ تاخد 10,000 جنيه؟ كتير يا معلم. اشمعنى هتدفع للمعلم بدوي 20,000؟ المعلم بدوي المزاد ده كان دوره واتنازل لي عنه. المزاد ملوش صاحب، صاحبه اللي يرسي عليه. هديك 7 يا عبده. تبقى بتضيع وقتك ووقتي. خلاص اتفضل، خد 5 هم، واما اروح المحل هبعت لك الباقي. يبقى حلال عليك يا معلم. بس خليك فاكر يا معلم، الجايات كتير يا معلم، والايام دول يا معلم. القهوة للمعلم سالم. عالي القهوه جت، اشرب قهوتك بقى. اشربها انت، اوعى لا ما تشربها. بس عفارم عليك يا عرب، كنت ولا يوسف بيه وهبه. لعبته تمام انت بالشيك ابو 15,000 ده. ولا انت يا معلم حكاية ال100,000 المنتظرين في السوق. انا دلوقتي فهمت يعني ايه كنز. الحمد لله انك فهمت.
آه